بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض فيديو جديد. هنبدأ كده بسم الله ونسمي بالرحمن. هنعمل مع بعض القلقاس. انا هنا معايا كمية من القلقاس، كمية كده حلوة محترمة. دول 12 كيلو. طبعا بعد التقشير بيخسوا كتير. وهنا ده شكلهم بعد ما قشرته كده وخرطته. لازم يكون معاكي كده سكينة عملاقة كده حلوة، لان القلقاس بيبقى قاسي او ناشف. هنا بوريك ان ممكن تخرطيه كده على ايدك او على الرخامة. طبعا رخامتنا نضيفة ومسحينها ومظبطينها عشان نعمل خضارنا ونخزن خضارنا. وطبعا هنا برضو بقولك اهوت انا بعمله بالسكينة كده على ايدي زي البطاطس كده. ممكن اخده كده صوابع واعمله بعد كده مكعبات او على الرخامة. طبعا زي ما متعودة او زي ما بتحبي تعمليه. انا بوريكي طريقة تكون سهلة عليكي وتبسط معاكي الشغل كده وتخليكي ايه على طول ان شاء الله تنجزي في حاجة بيتك وحاجتك. وان شاء الله بإذن الله يطلع معاكي جميل، وان شاء الله نخزنه مع بعض وتشوفي طريقتي كده وانا بخزنه. هنا طبعا انا بخرط اهوت الكمية. تخزني الكمية اللي تريحك زي ما تحبي. احنا هنا بنحب القلقاس فبحب اخزن منه كمية كبيرة. ودي طريقتي في تخزين القلقاس عن سنين وخبر السنين زي ما بنقول في كل الفيديوهات. لان انا مش بقول كلام وخلاص، دي يعني انا مجربة الحاجة دي مرة واتنين وتلاتة وسنين. الحمد لله بفضل الله بيطلع معايا زي الفل. كل اللي بياكل مني قلقاس او بياخد مني قلقاس يعني ويجربه ما شاء الله جميل. جيراني طبعا وحبايبي اللي مش مخزن قلقاس، كل حبايبي بيعجبهم القلقاس بتاعي. هقولك بقى نعمل فيه ايه. طبعا زي ما قلنا قبل كده او هنقول كل شيخ وليه طريقة. انا ما بغسل، انا يعني لازما اغسل القلقاس، فبعرفش اشيله من غير ما اغسله. او انا طلعت لقيت امي وحماتي ربنا يديهم الصحه يا رب بيغسلوا القلقاس واحنا بنغسله. وطبعا زي ما تحبي واللي يريحك واللي انت متعوده عليه. بس هتشوفي معايا الطريقه وان شاء الله هنطبخه وهنعمله مع بعض وهتحكمي بنفسك ان شاء الله. انا ما اقدرش اكله من غير غسيل طبعا، مع احترامي لاي حد ليه طريقه تاني في القلقاس. طبعا دي بتبقى وجهات نظر وهنشوف بقى مع بعض. انا خدت هنا القلقاس خرطت الكميه كلها وخدتها على الحوض. ميه تحت الميه كده. انا الاول بنقعه، يعني بنقعه مثلا انا هعمله النهارده هغسله مثلا بالليل ابقى انا اعمل الصبح بميه دافيه. الميه مغطياه ويعني مغطيه القلقاس كده في طبق كبير. انا الاطباق الكبيره اللي بخزن فيها دي ب... بملى الميه يعني دافيه. الصبح اغسله بالليل متاخر. لو نقعته بالليل اغسله الصبح ان شاء الله باذن الله. انا هنا غسلته طبعا، انا وريتك مقطع بس كده ان هو في الحوض ومعايا مصفتي الكبيره وافضل بقى اغسل. بس طبعا انا قفلت الكاميرا عشان انا هشمر بقى واغسل براحتي انه بياخد وقت. بفضل كده اخليه ما شاء الله زي ما يشوفوا كده بيبرق. واهم حاجه في التفريزات زي ما متفقين وقايلين ان اي حاجه هتفرزيها الميه بتبوظ ما بيكون عليها ميه ما تشيليها فيها ميه. طبعا انا هنا غسلاه فلازما انا سايباه طبعا يتصفى في المصفى كتير لما انزل ايه اي ميه زياده فيه وسوائل زياده فيه. وما استكفتش بكده. طبعا عندي كده حتتين ملايه كده انا مخليهم للعجين ان انا لما باجي اعمل معجنات بغطي بيها. دول بس للمطبخ بس. ففردت واحده والتانية بنشف بيها. طبعا انا يعني لو طولت امسك واحده واحده انشفها ممكن اعمل كده. بفضل امتص كل الميه الزياده اللي فيه لغايه ما ينشف يعني من ميته. وقبل ما انشفه كده كنت مصفيه طبعا في المصفى عشان ينزل منه كل الميه الزياده. ما شاء الله بيبقى زي الفل. هنا معايا الاكياس طبعا دي صديقتي طول التفريزات. بحط بقى الكميه كده انا بحب طبعا دي حاجتي وحاجة بيتي الحمد لله. دي بحب اعمل الكيس كيلو، يعني انا بوزن الكيس كيلو اخليه عندي عشان انا مش بحب اهدر زي ما عارفين او متفقين في الاكل او كده. لاني اولا حرام وخلاص، يعني عدى زمن التهدير كل حاجة بقت غالية. وربنا يا رب كده يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب ان شاء الله. فانا بوزن اول كيس بس كده كيلو بالنظر، بعمل عليه كل الاكياس ما بوزنش بقية الاكياس تقديرا وبالنظر وخلاص. ايدي اتعودت وايدي خدت لان انا بخزن الحمد لله. اللهم لك الفضل ولك الحمد عليا يا رب، نعمة ربنا عليا. بخزن حاجتي الحمد لله بقالي سنين من اول ما اتجوزت. وانا الحمد لله انا بقالي 17 سنة متجوزة
والحاجة بتطلع زي الفل. وهي دي طريقتي ومش بغير، لان ما شاء الله طريقة امي وطريقة حماتي وطريقة ناجحة. والاخر حباية والاخر كيس الخضار بيبقى فريش، مش هغامر طبعا بكمية من الخضار. انا بخزن كمية خضار كتير. زي ما قلت طبعا حبايبي، جيراني، في جيران حبايبي ما بيخزنوش، في اصدقائي مش بيخزنوا، فتهادوا تحبوا. فانا بحب اخزن كمية كبيرة. وما شاء الله الله اكبر، كل يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد، الحاجة بتطلع زي الفل. لان مش هنغامر بكمية كبيرة، ومش مش هنعمل كده حاجات، مش هنجرب يعني بمعنى اصح. الحاجة متجربة سنين، وان شاء الله تنفذه ويعجبك الطريقة. وبإذن الله لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصلك، واللايك وكومنت جميل كده. واللي بيغسل القلقاس يقولي، واللي مش بيغسل القلقاس برضو يكتبلي. وان شاء الله بإذن الله كله زي الفل ببركة الرحمن. وهكمل كده هنا بقى تكييس القلقاس. طبعا تقدري تخزني يعني تكيسي الكمية اللي تحبيها يعني. في افراد اسرة اكبر من كده فبيعملوا كيس كبير. انا بس انا وثلاثة ولادي، احنا اربع افراد في الاسرة. فانا بعمل على قد ايه الكمية كده ايه بتاعت. طبعا انتوا عيلة ما شاء الله كبيرة، تقدري تزودي ايه الكمية. انما يعتبر انا واتنين من ولادي بس اللي بناكل القلقاس. انا وبناتي الاتنين اللي بناكل القلقاس، انما ابني الكبير مش بياكل القلقاس. فهنا طبعا لازم انشف كده زي ما شايفين، دي الكمية التانية منه. وعلى فكرة انا عملت كمية تاني. يعني بعد ما خلصت الفيديو دوت وكيست القلقاس وشيلته، وكان عدى عليه يوم يعني، جبت كمية تاني وخدت منها لقطة برضو. وانا بس مرضتش اعمل تاني معاكم ايه عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم وتزهقوا مني. فخدت شوت بس منه كده وانا بجمع الفيديو دوت، حطيتها معاه عشان اوريكم يعني انا عملت كمية تاني. وكده بقى هكمل بقية الكمية هكيس. وطبعا وانت بتنشفي كده، لو في واحدة مش عاجباكي او انت بتغسلي كده في واحدة مش عاجباكي يعني، بتتخلصي منها عشان ايه ما تأثرش على بقية القلقاس يعني. طبعا القلقاس مفيهوش تفاصيل كتير، غير ان انت بس بتقشريه وبتخرطيه. وبتخرطي طبعا حجم المكعبات بتاعته او المربعات بتاعته قد بعضيها عشان تستوي كلها مع بعضيها، ما تبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. طبعا حبة صغير حبة كبير حبة متوسط زي ما تحبي او زي ما متعودة او زي ما بتاكلي. تعملي طبعا اللي انت ايه متعودة عليه، لان ما ينفعش تعملي حاجة انتوا مش بتاكلوها او انتوا مش بتحبوها. لا، دي حاجة بيتك وحاجتك، اعملي طبعا زي ما يريحك. وانا بعمل زي ما ولادي بيحبوا او بياكلوا، بحب ان انا ايه اعمل. وهنا بقولك طبعا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وده الكمية التانية اللي انا جبتها. الكمية الاولانية كانت 12 وده 8. فحديتك لقطة بس منها حتى يعني مرضيش اكمل معاكي بقية الفيديو. وهنا كيست الكمية وعلى طول بقى بكيسها على الفريزر، بحطها في شنطة وعلى الفريزر. طبعا الفريزر بتاعي انا غسلاه قبل ما ابتدي تفريزات ومجهزاه عشان خاطر ان انا بقى ما افصلش عليه بعد كده ان انا انضفه او اعمل فيه حاجة. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.